تخيل في 3 سنين بس اتعلمت واشتغلت وسافرت السعوديه. انا بدات وانا مش عارف حتى يعني ايه برمجه، مفيش كليه ساعدتني ولا شهاده جاهزه فتحت لي الطريق. كل اللي كان معايا هو الشغف والاصرار اني اتعلم حاجه جديده احقق بيها احلامي. وبدات اقرا عن التخصصات المختلفه في البرمجه وسالت نفسي ايه اللي ممكن اتعلمه ويبقى فيه شغل، واخترت مجال تطوير الويب ومشيت على خريطه علشان اتعلم التخصص ده. بس التعليم النظري ما كانش كفايه، لازم اطبق على كل حاجه بتعلمها بمشاريع. وبدات احل مسائل بروبلم سولفنج واذاكر مواد من كليه حاسبات ومعلومات علشان اقدر انافس في سوق العمل. وكل تجربه ومعلومه كنت بذاكرها خلتني اطور مهاراتي اكتر واكتر. واهو بعد 5 سنين موجود في السعوديه بشتغل في شركه بمرتب كويس وفي مجال انا بحبه ومستمتع بكل لحظه فيه. الفكره مش في عدد السنين، الفكره انك تمشي في طريق ومسار واضح وتفضل مستمر حتى في الايام اللي بتحس فيها انك مش قادر. لو بدات النهارده بعد سنه هتشكر نفسك، وبعد 3 سنين ممكن تكون في مكان عمرك ما كنت تحلم بيه. ولو عايز خريطه التعلم اللي مشيت عليها وعايز تسالني تبدا منين، اكتب لي في الكومنتات. لايك وفولو وتحول لمبرمج.